كي صباح الناس تفهم اش صار. الطقس جميل وشاعري هكا كما قال كاظم سير. انا يظهر لي الطقس هكا نجم نوصفوه مسحب الدنيا. ممكن في بعض الولايات وبعض الجهات فما امطار، ان شاء الله ربي يرحمنا بالغيث النافع. اما سخانه نتاع النهارين اللي تعداو الجمعه اللي فاتت معناها عندنا نهارين شفنا نقول انا غطت الدنيا، تسكرت هكا غطت الدنيا، حسينا توم تاع لوميديتي زاد طالع ياسر. سخانه بصيف متنفس هذيك وكأنه حتى الواحد فينا بينه بروحه يقول هذه ما حسيتهاش ولا سخانه ما سخنتش هكا حتى في اوت. من شيره اخرى نشوفوا فما تقلبات جويه مش كان على تونس، في العالم الكل قاعدين نتبعوا. شفنا الفيضانات كبيره في السعوديه، شفنا اشقائنا في الجزائر، شفنا في المغرب زاده كيف فيضانات وضحايا زاده كيف لها التقلبات الجويه. هل هذا معناها بدايه التقلبات هذه مثلا شفناها في البلدان الشقيقه تنجم تخلط لتونس؟ خلينا نفهموا لو فينومين مع سي حمدي حشاد الخبير في المناخ والنشاط البيئي. نورتني سي حمدي، مرحبا بيك. مرحبا بكل المستمعين مزيكا. شكرا لك سي حمدي. الايامات اللي نقول عليهم سخان ياسر وتسكرت الدنيا بالمفهوم التونسي، معناه يقول لك غطت تسكرت الدنيا تخنقنا. النهارين هذوما عاديين في شهر سبتمبر؟ يظهر لي مش طيب والسفرجل لك هاو طاب السفرجل والرمان كله طاب. ما زلنا حقيقة معناها في فصل الصيف قاعد يتمدد معناها أكثر من المفهوم ولا الوقت أو الحيز الزمني اللي كنا نعرفوه. نحن توا حاليا نشهدوا في استقرار معناها نوعا ما. الرطوبة المدارية قاعدة تتطور إلى عواصف مدارية في البحر الأبيض المتوسط، مش في تونس لكن على صعيد البحر الأبيض المتوسط. والرطوبة المدارية هي مصحوبة بجبهة هوائية ممكن عالية الفاعلية، خلات ممكن تساقطات مطريه تكون مهمه برشا معناها. مش في تونس ممكن الحمد لله ما الله يعني كانت فما امطار لكن ما وصلتش المستويات اللي وصلتها في المغرب او في الجزائر لسيول عارمه معناها، وتسبب حتى في حاله ضحايا، في سقوط ضحايا في المغرب او حتى في الجزائر. الحمد لله ما الله هذا معناش، والحمد لله زاد كيف المطر جات في وقت حساس مستحقين لها على الاخر معناها، لانه معناها وضعيتنا المائيه صعيبه شويه. لكن الحمد لله معناها ثم بوادر امطار على الاقل خلال الفتره القادمه اللي ممكن تحسن الوضع شويه، وان شاء الله تخرجنا من دائره نقولوا الدائره الحرجه نوعا ما. خلينا نفسروا شنو هي صار معناها وشنو اللي قاعد يصير بالطبيعه. هذه ممكن تساؤلات الناس عليه. ما احنا ممكن قاعدين نشاهدوا في استقرار بعض الظواهر الاستوائيه في منطقه البحر الابيض المتوسط. انا قاعدين نشوفوا تشكل بعض السحب الاستوائيه في منطقه جنوب ايطاليا وحتى شمال تونس. السحب هذه تكونت ممكن نتيجه تحرك نظام مداري في شمال افريقيا، وكيف تفاعلت مع نظام جوي بارد في جنوب القاره الاوروبيه. والاندفاع هذا النظام الاستوائي جاب معه كميات كبيره من الرطوبه المداريه اللي تفاعلت مع النظام البارد وخلى معناها السحب الركاميه، السحب اللي بالدرجه محمله بالامطار تكون كثيفه وتكون معناها تساقطات معناها كبيره. وهذا كله طبعا ناتج على الحمل الحراري. معناها الحراره اللي خزنها البحر كان عندها دور كبير، وارتفاع نسبه كثافه بخار الماء خلت عندها دور كبير، مش معناها تكون من التساقطات المطريه بالكثافه هذه في الوقت هذا اللي مسنا. وعلى فكره ممكن زاد ثم لبعض الظواهر اللي انا خلينا نعتبرها في النطاق الايجابي تو الكل قاعد يصير في الوضع اللي نحن فيه، اللي ما نراه السحب الركاميه زي السحب المطريه من الصوره سبحان الله معناها الامتداد 3500 كيلومتر ممكن من البحر البلطيق حتى ممكن سيدي بوزيد والقاسي. يعني الامتداد 3500 كيلومتر من نفس نوعيه السحب ممتده في الشكل هذاك، واللي هي تقريبا ما نشاهدوهاش برشا بالطريقه هذه. ان شاء الله يا رب، ان شاء الله تحملنا الغيث النافع. معناها احنا نستبشروا خير انه ان شاء الله الايامات الجايه زاد كيف مش تكون شهر سبتمبر شهر مطيره ان شاء الله. ان شاء الله معناها حتى تو فما بوادر معناها على الاقل الفتره القادمه الاسبوع من هنا البوادر الاوائل الاسبوع القادم معناها فما تساقطات مطريه وان شاء الله ترجع لنا بالخير. كما قلت لك الوضع المائي راه حرج جدا، وهي الممطر هذه الحمد لله جات في غد من وقتها، يمكن دعوه مستجابه الحمد لله اللي خلت الوضع يتغير من كان وضع صعيب الوضع ان شاء الله يكون افضل بكثير، وان شاء الله يكون يجيب معاه الخير يعني. الحمد لله ان شاء الله يا رب يجيب معاه الخير. دونك تطمينات الناس اللي قاعده خايفه واللي تشوف مثلا في الجزائر وفي المغرب يقول لك ينجم يكون في تونس، احنا نطمنوا نقولوا ان شاء الله بقدره ربي. نقطه نوضحها معناها هو بيدو نحن تحت نفس التاثيرات معناها ما نتوقعوش باش نكون معناها الجانب المدمر. نحن جانا الحمد لله باللطف وكهو معناها نفس الجبهه تقريبا فوق 3 دول.
فوق الثلاث دول نفسهم. اي معناها لكن نحن الحمد لله جاتنا على الاقل معناها التساقطات ما كانتش تثبتش في نفس حجم الخسائر، وممكن نحن زاد بعد شويه على الاقل التغيرات اللي قاعده تصير معناها نحن في الاطراف، هذا اللي خلى الامور الحمد لله تجينا بالله ان شاء الله يا ربي. شكرا لك سي حمدي حشاد، نورتني. شكرا لك. شكرا لك الخبير في المناخ والنشاط البيئي، شكرا تدخلك معنا. 49 دقيقه على موزايك FM. ساعه الاولى تقريب وفات ما خمت